نواصل تغطيتنا لفعاليات بطولة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن سعد المدي 16 يقف بجانب حارس فريق البسمة والحارس السابق لنادي الاتحاد السعودي والمنتخب السعودي وأحد الحراس الذين زاملوا الأسطورة نور. أولا كابتن أيمن نرحب فيك عبر قناة زوم تايجر. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الله يحييك وهارد لك لنا اليوم الخسارة. مباراة كانت جميلة استمتعنا فيها، ألف مبروك للكابتن والقائد الأسطوري محمد نور، والله يوفقهم في المراحل القادمة. رغم خسارة البسمة بهدف وحيد إلى أنك استطعت بأن تلفت الأنظار بالذود عن مرماك طيلة الأوقات، الهدف الأخير. أول شيء هو توفيق من رب العالمين، دعوات والدين، تمارين مع جادة مع المدرب كالي، بحضور الرئيس إبراهيم النزاوي، الرجل اللي دائما يعطينا الشيء الكثير، اللي ما يقصر معنا، وهذا أقل شيء إننا نقدمه له. أقسم بآية الله العظيم إنه كنا متواعدين نحن كلاعبين داخل المستطيل إننا نهديه الفوز بنتيجة ومستوى، وخاصة إنه فريق زي أكاديمية نور فريق يسمح لك إنك تلعب كرة قدم، فريق يساعدك إنك تظهر بالصورة المطلوبة، غير النظر عن بطولة كبيرة زي المدي، بطولة يعني أي لاعب يتمنى يلعب فيها. يعني إحنا محسودين على البطولة هذه صراحة من مدن كثيرة، من المدينة، من الشرقية، الناس بتتصل وبتسأل وبتقول بطولة عندكم بطولة مميزة، وإحنا يعني نتشرف إن لعبنا في هذه البطولة، وخاصة عن المباراة والتصدي. ترى ما يجي الشيء هذا إلا بتكاتف الجمهور، بتكاتف اخوان اللاعبين، الاداره، الجهاز الطبي، الجهاز الفني، كلنا يد واحده، عشان كذا احنا نظهر بالصوره هذه. عرض لك يا كابتن ايمن الخبراني، تحدثت عن الاسطوره نور، لا سيما بانك زاملت الاسطوره نور، ونور احد اساطير الكره السعوديه والاسطوره الاولى في البيت الاتحادي. حال الاتحاد يا كابتن ايمن لا يسر القريب ولا يرضي البعيد. الله يا نور، لما تقول نور يشقعر البدن وتاتي في اذهانك حاجات كثيره، كلها افراح، كلها مسره، كلها موده. قائد بمعنى الكلمه. انا ممكن زاملت محمد نور في الفريق اول سنه ونصف في الجيل الذهبي، من اطلع من الاولمبي للفريق الاول. اقسم بات الله قائد اب روحي، يسال علينا، له كلمه، له كاريزما خاصه داخل المستطيل، وغير كذا برا المستطيل. يعني القياده الزمن ده يحسبوها اشاره، محمد نور ما يعتبرها اشاره، يعتبرها روح، محبوب من جميع اللاعبين. حال الاتحاد لا يسر. الحمد لله، نقول شدوا حالكم يا رجالات الاتحاد، التموا على بعض، اقربوا من بعض، حاولوا انه انتم تكونوا قريبين من بعض، تسعدوا الجمهور الاتحادي، الكيان الاتحادي، وان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله الاتحاد عايد، طالما انه محمد نور على راس الهرم باذن الله. كابتن ايمن، ايقاف محمد نور، بعد ذلك عوده محمد نور، زاملت محمد نور، كيف تلقيت الصدمه وكيف تعاملت مع الفرحه؟ طيب الصراحه هي بالنسبه لي صدمه كبيره قرار الايقاف، بس الشيء اللي حصل يعني بما اني انا اعرف محمد نور، ومو انا اللي اقيم محمد نور، ما له في الامور هذه، ما له في الكلام الفاضي هذا، والله العظيم مو اني ادافع على محمد نور، مو انا اللي اصلا ادافع على محمد نور. محمد نور تاريخه مسطع بالذهب، تاريخه مسطع بالالماس، بالانجازات، بالعالميه، باسيا، بالقيصر، بالاسطوره، بالفيتو. قليل هذا اللي نقوله في النجم محمد نور. هذا القرار زعلنا نحن كمحبين، وليس الاتحاد فقط، بل كل رجالات الكره السعوديه والعربيه والخليجيه. يعني سمعنا اعلاميين، المعلق الكبير فارس عوض ماذا قال عن نور، كلام يعني جميل وقليل في حق الاسطوره محمد نور. وقرار اعادته صراحه يعني ما كان غريب، خاصه انه رجل كان ثقته في الله اولا وفي ربه ثم في نفسه. الان محمد نور عاد للبيت الاتحادي، عاد للكره السعوديه، عاد المجد ان شاء الله باذن الله قريبا لنادي الاتحاد وللجمهور الذهبي بقياده صالح القرني ان شاء الله. مهما تحدثنا عن نور فهو اسطوره تجسدت في صوره. كابتن، تاثير محمد نور عليكم كلاعبين في الاتحاد انعكس ذلك على تاثير محمد نور في اكاديميه نور اليوم؟ يا اخي والله العظيم محمد نور لو اليوم وبكره وبعده وبعده والى المدى البعيد بنتكلم ما بننفي حقه، بس هو قائد يعرف، يكفي انه هو يقف ورا فريق، يعني فريق منظم، فريق تعب. أكاديمية نور يعني نشاهد في كل البطولات، مشارك، نشاهد في كل البطولات، يوصل للمراكز المتقدمة، يحصل على بطولات عديدة. صدقنا احنا كنا واحد من الفرق اللي نضغط نفسنا ان البطولة ما تخرج عن جدة، لكن ان شاء الله باذن الله فرق جدة راح توقف وتعاند كابتن محمد نور.
كان معنا الكابتن أيمن أحد حراس فريق نادي الاتحاد في الفترة الذهبية وحارس البسمة. هارد لك من الأعماق وسعيدين باستضافتك. شكرا حبيب قلبي، وسامحونا على الإطالة، وإن شاء الله أكون ضيف خفيف عليكم، ويا رب اني ما اكون ثقيل على قلوبكم. وشكرا لكم، انتم قناه صراحه تعملوا بكل جهد. لولا تواجدكم وتغطيتكم الاعلاميه احنا ما نبرز. لولا تواجدكم وعملكم المكثف تجوا من العصر، الله يعطيكم العافيه. وهذا اقل شيء، يعني احنا نطلع لكم بصوره ونساعدكم داخل الملعب، خاصه انتم يعني جهه منظمه ومنجح البطوله بشكل 100% على قولهم. أشكر لك تعاونك يا كابتن. الله يسعدك حبيبي، وانا اسعد حبيبي. فمان.